فيلمنا بيبدأ في غرب قارة أمريكا الشمالية، واللي بنشوف فيها قطيع من الخيول النادرة، وبتظهر ما بينهم فرسة وهي بتولد حصان صغير شكله جميل، وبنعرف إن اسمه سبريت، واللي بيكون متحمس جدا لاستكشاف العالم. وبعدها بنشوفه وهو بيجري مع قطيع الخيول، وكمان بيروح يلعب مع الخيول الصغيرة، وبيقفوا يشربوا من البحيرة. وفجأة بيخاف كل أصحابه وبيطلعوا يجروا من المكان، بس بينبهر سبريت جدا لما بيشوف قطيع التيران وهما بيشربوا من البحيرة، واللي بالرغم من حجمهم الضخم ما بيكونش سبريت خايف منهم. بالعكس، ده بيلعب مع الثور القائد، وبيبقى كأن الثور بيسأله انت ازاي ما خفتش مننا، بس سبريت بيقوله انه ما عملوش حاجة تخليه يخاف. فبيقوله الثور انه فخور بيه لانه شجاع، وبيسلم عليه وبيسيبه وبيمشي. وبتعدي الأيام وبيكبر سبريت، وبنشوفه وهو بيتسابق مع صديقه النسر، وبالفعل بيقدر سبريت إنه يتفوق عليه وبيسابقه. وبعدها بنعرف إن سبريت بقى هو قائد قطيع الخيول. وفي يوم من الأيام بنشوف أسد مفترس، وبيكون عاوز يصطاد حصان صغير وياكله، وبيبدأ الأسد يقرب منه، لكن سبريت بيشوفه وبيجري عليه وبيقدر يمنعه على آخر لحظة، وبيقوله ما ينفعش ياكل الحصان الصغير. لكن الأسد بيكون جعان جدا وبيحاول يهاجم على سبريت، بس بيقدر سبريت إنه يوقع الأسد على الأرض. فبيخاف الأسد من شجاعة سبريت وبيطلع يجري وبيهرب بسرعة من المكان. وبعدها بتروح مامته ومعاها باقي الخيول وبيحيوا سبريت على شجاعته. وبالليل بيشوف الخيول الصغيرة وبيلاقيهم بيلعبوا سوا، فبيقول لهم لأ ما ينفعش ده وقت النوم، فبيبطلوا لعب وبيبدأوا يناموا. وبعدها بيشوف سبريت نور غريب موجود في مكان بعيد، وبيقول لمامته إنه هيروح يشوف إيه حكاية النور ده، بس هي بتحاول تمنعه وتقوله بلاش يروح علشان ممكن يكون في حاجة وحشة. لكن هو بيقول لها الأفضل يروح بنفسه علشان لو في حاجة وحشة يقدر يمنعها قبل ما توصل عندهم وكل القطيع يبقى في خطر. فبتوافق وبتقوله يخلي باله على نفسه، وبينطلق بعدها وبيفضل يجري سبريت لحد ما بيوصل عند النور. وهناك بيتفاجئ لما بيشوف الخيول المربوطين في الشجر، واللي مجرد ما بيشوفوه بيفضلوا يحذروه وبيطلبوا منه إنه يهرب بسرعة. ولكن للأسف ما بيسمعش سبريت كلامهم، وبيبدأ إنه يستكشف المكان. وبيكون منبهر لما بيشوف مجموعة من الجنود وهما نايمين، وبيبقى مستغرب جدا من شكلهم لأنه أول مرة يشوف بشر. وبالغلط بيخبط سبريت واحد من الجنود بالجزمة بتاعته، واللي بيصحى فجأة وبيصحي صديقه بسرعة علشان يشوف سبريت لأنه واحد من الخيول النادرة جدا. بس لما بيشوفهم سبريت بيجري بسرعة علشان يهرب من المكان، وفي الوقت ده بيصحى كل الجنود وبيجروا وراه علشان يمسكوه. ولكن بيقدر سبريت إن يخدعهم وبيلف ويجري من وراهم، وبيحرر الخيول واحد ورا التاني، وبيفضل يجري بسرعة لحد ما بيوصل لمكان القطيع بتاعه، وبيطلب منهم إنهم يهربوا بسرعة من المكان. وبيرجع سبريت تاني للجنود وبيحاول إنه يشتتهم علشان يبعدهم عن مكان القطيع، بس بيدخل وسط جبال صخرية وهناك بيحاول إنه يهرب منهم. بس فجأة واحد من الجنود بيرمي عليه الحبل بتاعه وبيقع سبريت على الأرض، وبعدها باقي الجنود بيرموا الحبال بتاعتهم عليه هما كمان. وللأسف ساعتها ما بيكونش سبريت قادر إنه يهرب منهم، وبتكون مامته شايفاه وزعلانة جدا وبتبقى عاوزة تساعده، بس وقتها بيصرخ سبريت علشان يهربوا بعيد وما يتمسكوش هما كمان. وفعلا بتتراجع مامته هي وباقي القطيع، وبعدها بيمشي سبريت مع الجنود في طريق طويل، وبيشوف صديقه النسر وبيودعه وهو زعلان جدا علشان مش عارف هيشوفه تاني ولا لأ. وبعد أيام من المشي بيوصل مع الجنود لمعسكر كبير للجيش الأمريكي، وهناك بينبهر سبريت من اللي بيشوفه في المعسكر لأن بيكون في عدد كبير جدا من الجنود المسلحين، وكمان معاهم عدد كبير من الخيول. وبيحاول الجنود يسيطروا عليه، ولكنه بيكون عنيد جدا معاهم ورافض يستسلم. وبيجي قائد المعسكر وبيضرب نار في الهواء علشان يخوفه، وبيقرب منه وبيقول للجنود إنهم روضوا خيول برية كتير قبل كده وإن الخيول كلها شبه بعض. بس وقتها بيتعصب سبريت جدا وبيكسر عصاية القائد علشان يثبت له إنه مش خايف منه. وساعتها بيجي الحلاق علشان يحلق له شعره، وبيتفاجئ سبريت لما بيلاقيهم ربطوه. وأول ما بيبدأ الحلاق إنه يقص له شعره بيخبطه سبريت جامد وبيوقعه على الأرض، فبيتعصب الحلاق جدا منه وبيخلي الجنود يربطوه أكتر من كل مكان. ولكن بعدها بيقدر سبريت إنه يحرر نفسه وبيخبط الحلاق وبيوقعه على الأرض تاني، وبيفضل سبريت يضحك عليه. وبعدها بيحطوه الجنود في ساحة التدريب، وكمان بيركبوا له الجام علشان يعرفوا يتحكموا فيه. ولكن وقتها سبريت بيعاند معاهم أكتر، وكل ما حد يحاول إنه يركب عليه بيجري سبريت بسرعة وبيطيره ويوقعه على الأرض. وبيفضل سبريت يوقع في الجنود واحد ورا التاني، وما بيكونش في حد منهم قادر يسيطر عليه. وساعتها بينبهر كل الخيول من اللي شايفينه وبيتفرجوا عليه وهم مبسوطين
فرحانين جدا، ولكن وقتها بيظهر قائد المعسكر وهو متعصب جدا من اللي سبريت بيعمله، فبيأمر الجنود إنهم يربطوا سبريت ويمنعوا عنه الأكل والمية لمدة 3 أيام. وفعلا بيروح الجنود وبينفذوا الأمر وبيربطوه في عمود، وبالليل بيفضل سبريت يبص للسما وبيبان عليه إن مامته وحشته هي والقطيع بتاعه. وتاني يوم بيجي مجموعة من الجنود وبيكونوا قبضوا على شاب من قبائل الهنود الحمر، وبيعرفوا القائد إن الشاب ده كان بيسرق من الأكل بتاعهم، فبيأمرهم القائد إن يربطوه برضه ويسيبوه من غير أكل أو مية. ووقتها بيستغرب سبريت من شكل الشاب اللي بنعرف إن اسمه كاريك، واللي بيكون منبهر هو كمان من وجود حصان نادر زي سبريت جوه المعسكر. وبالليل بيستغرب سبريت لما بيسمع كاريك وهو بيعمل صوت غريب، وبيفهم وقتها إن كاريك بيتواصل مع حد بره المعسكر علشان يساعده يهرب. وفجأة بتترمى سكينة من فوق السور وبتقع جنب كاريك اللي بيقدر ياخدها بسرعة قبل ما حد يشوفه. ولما بيطلع الصبح بيصحى القائد وبيسأل إذا كان عدى 3 أيام على حرمان سبريت من الأكل والمية، وفعلا بيكون عدى ال3 أيام، وبيبان عليه التعب جدا من الجوع والعطش. وساعتها بيركب القائد عليه وبيحاول سبريت إنه يوقعه هو كمان، وبيفضل يجري بسرعة وبيخبط في الجدار علشان يوقعه، لكنه ما بيكونش قادر لأنه ما أكلش بقاله 3 أيام. وفجأة بيقف سبريت عن الحركة لأنه بيبقى تعب ومش قادر يتحمل، وساعتها بيبقى القائد فرحان جدا لأنه قدر يسيطر على سبريت. وبيفضل القائد يتفاخر قدام الجنود وبيقول لهم إنهم بالعقاب والصبر هيقدروا يسيطروا على أي حصان. بس الكلام ده ما بيعجبش سبريت وبيتعصب جدا، فبيجري بسرعة وبيرمي نفسه بكل قوته لدرجة إنه بيطير القائد وبيقع بعيد. وبيفرح كل الخيول وبينبهر كاريك هو كمان من شجاعة وإصرار سبريت. بس بيتعصب القائد وبيطلع المسدس بتاعه وبيكون عاوز يضرب سبيريت، وساعتها بيقف سبيريت قدامه بإصرار وما بيكونش خايف منه. بس قبل ما القائد يدوس على الزرار بيحرر كاريك نفسه وبيهاجم القائد، وبيتعلق بسرعة في سبيريت واللي بياخده وبيجري وبيروح يحرر باقي الخيول. وبيستخدم كاريك السلاح اللي بيكون أخده من جندي من الجنود، وبيكسر القفل وبيخرج هو وسبيريت ووراهم كل الخيول لحد ما بيطلعوا كلهم بره المعسكر. وبيكون سبيريت فرحان جدا لأنه بكده هيقدر إنه يرجع للقطيع بتاعه من تاني. ولكن وقتها بيصفر كاريك وبتظهر فرسة اسمها رين، وبيركب كاريك على ظهرها وبيجي 2 من أصحابه وبيرموا الحبال بتاعتهم على سبيريت اللي بيتضايق جدا لأنه بكده بيبقى وقع في الأسر من تاني. وبعدها بيوصل كاريك وأصدقائه للقبيلة بتاعتهم وبيكون معاهم سبيريت اللي بيحبسوه في الحظيرة. وساعتها بيقرب كاريك منه وبيشيل اللجام اللي كان مضايقه. وتاني يوم بيفرح سبيريت لما بيصحى من النوم وبيلاقي تفاح محطوط جنبه، وفي الوقت ده بيلاحظ وجود رين اللي بيكون منبهر جدا بيها، وبيحاول انه يلفت انتباهها ولكنها ما بتدلوش اي اهتمام، فبيتضايق لما بيشوفها بتلعب مع كاريك ومبسوطة معاه. وبعدها بيحاول كاريك انه يركب على سبيريت ولكنه بيفشل، وساعتها بيتريق اصحابه عليه وبيجري سبيريت وراه لحد ما بيخرجه من الحظيرة. بس بتيجي رين وبتزعقله علشان تدافع عن كاريك وهو بيبقى مستغرب جدا. وبعدها بتيجي فكرة لكاريك وبيربط رين مع سبيريت وبيطلب منها انها تهديه، وبيفتح لهم باب الحظيرة وبيفرح سبيريت جدا وبيجري بسرعة علشان يرجع للقطيع بتاعه. ولكن وقتها رين بتمنعه وبتقعد على الأرض علشان ما يهربش لبعيد، وبتلف رين الحبل حوالين رجله وبتوقعه، فبينبهر بيها سبريت أكتر وبيفضلوا يتمشوا سوا. وبتعرفوا رين على أهل القبيلة وعلى الناس اللي عايشين فيها، فبيستغرب سبيريت من المعاملة اللطيفة اللي البشر بيعاملوها للخيول بتاعتهم على عكس الجنود اللي في المعسكر. وفي الوقت ده بتيجي بنت صغيرة وبتلعب معاه وبيكون فرحان بيها جدا. وبعدها بيلاحظ إن رين عاجبها تفاحة على الشجرة وبتكون عاوزة تاكلها، ولكنها للأسف بتكون بعيدة وما بتكونش قادرة توصلها. فبينط سبيريت نطة عالية جدا وبيجيب التفاحة وبيديها لها، ولكن رين ما بترضاش تاكلها لوحدها وبتقسمها معاه، وبيبان عليهم إنهم أعجبوا ببعض أكتر. وبعدها بنشوف سبيريت وهو بيلعب مع كاريك اللي بيكون لسه عاوز يركب عليه ولكنه ما بيعرفش برضه. وساعتها بيروح سبيريت وبيقنع كاريك إنه موافق إنه يركب عليه، ولكن أول ما بيركب على ظهره بيخدعه سبيريت وبيوقعه على الأرض. ووقتها بيضحك أصدقاء كاريك وبيفضلوا يتريقوا عليه، بس بيتضايق سبيريت وبيخوفهم هما كمان وبيوقعهم بره الحظيرة. وبيقرب من كاريك علشان يصالحه، فبيقول له كاريك إنه مش هيحاول يركب عليه تاني خلاص. وبعدها بنشوف كاريك وهو بيفتح باب الحظيرة علشان يحرر سبيريت وبيطلب منه يمشي، ولكن سبيريت بيكون مستغرب جدا من اللي كاريك بيعمله، وفي البداية بيكون متردد إنه يمشي وبيبص لكاريك باستغراب. لكن بعدها بيخرج من الحظيرة وبيودع كاريك وبيجري لحد ما بيوصل لرين،
واللي بيعرفها إنه بقى حر وبيطلب منها إنها تروح معاه للقطيع بتاعه، لكنها بترفض وبتكون عاوزة تفضل مع كاريك والقبيلة بتاعته. وفجأة بيحسوا هما الاتنين بحركة الخيول وبيشوفوا الجنود من بعيد وهما رايحين يهاجموا القبيلة، فبيجري سبيريت هو ورين بسرعة علشان يساعدوا القبيلة. وساعتها بيركب كاريك على ظهر رين وبينطلق علشان يهاجم قائد المعسكر، ولكن القائد بيضرب نار على رين اللي بتقع هي وكاريك في النهر. وبيحاول كاريك يمسك في الصخور بس بيوجه القائد سلاحه ناحيته علشان يموته، ولكن ساعتها بيتدخل سبيريت وبيوقع القائد من على الحصان بتاعه وبينقذ كاريك. وبيجري بسرعة علشان يلحق رين لأن تيار المية سحبها لبعيد، وبينط بكل شجاعة في المية وبيحاول يقرب منها علشان ينقذها. وبالفعل بيقدر يوصل لها، لكن سرعة المية بتكون أقوى منه وبيفضل يقاوم لحد ما التيار بيسحبهم وبيقع هما الاتنين من فوق الشلال. وبعدها بيطلع سبيريت من المية وبيجري ناحية رين اللي بتكون موجودة على الشط، وبيعرف إنها مصابة ومش قادرة تتحرك، فبيقرب منها وبيفضل نايم جنبها طول الليل وهو زعلان. وبعدها بيوصل الجنود للمكان وبيقبضوا عليه وبيسيبوا رين لأنها مصابة وأكيد هتموت. وساعتها بيفضل سبيريت يقاومهم وبيعافر لأنه مش عاوز يسيب رين لوحدها، لكنه في النهاية بيتصدم وبيفتكر إن رين ماتت لما بيشوفها وهي بتفقد الوعي، وبيستسلم وبيروح مع الجنود. وبعد ما بيمشوا بيجي كاريك وبيروح لرين وبيطمن عليها وبيكون زعلان على اللي حصل لسبيريت، وبيقرر ساعتها إنه هيروح وراه علشان ينقذه زي ما هو أنقذ حياته. وبيحط الجنود سبيريت في القطر وبيشوف فيه الخيول بتاعة القبيلة، واللي أول ما بيشوفوه بيفرحوا، لكنه بيكون زعلان جدا لأنه بيكون فاكر إن رين خلاص ماتت ومش هيشوفها تاني. وبعدها القطر بيتحرك وبيوصل لمكان بعيد جدا، وبنشوف سبيريت وهو فاقد الأمل لأول مرة ومليان حزن، بس بيكون مستغرب جدا ومش عارف سبب وجودهم في المكان ده. ولكنه بعدها بيسمع البشر وهما بيتكلموا وبيفهم منهم إنهم محتاجين الخيول علشان يسحبوا عربية القطر، وبيكونوا بيبنوا طريق جديد. وفي الناحية التانية بنشوف كاريك وهو بيستعد لرحلته علشان ينقذ سبيريت ويحرره، وساعتها بيكون الجنود ربطوا سبيريت وكل الخيول اللي معاه علشان يسحبوا عربية القطر اللي هيعدوا بيها من فوق الجبل. وبتبدأ الخيول تسحب القطر لحد ما بيوصلوا لقمة الجبل. وقتها بيشوف سبيريت خط سير القطر الجديد وبيفهم إنه متوجه لمكان تواجد القطيع بتاعه. ساعتها بيقف سبيريت ومبيرضاش يتحرك، وبيلاحظ إن القطر هيتراجع لو كل الخيول ما سحبتهوش، فبتجيله فكرة وبيمثل إنه مات، وده بيخلي الحراس يفكوه من السلاسل علشان ما يعطلش حركة القطر. وقتها بيستغل الفرصة وبيحرر نفسه وبيهاجم الحراس وبيحاول إنه يكسر السلاسل اللي مربوط فيها الخيول، وفعلا بيكسر السلاسل وبيحرر كل الخيول وبيطلب منهم يهربوا بسرعة. وبنشوف القطر وهو بيتراجع رغم محاولات الجنود إنهم يثبتوه في مكانه، وقبل ما يهرب سبيريت بيربطوه مجموعة من الجنود بسلسلة، ولكنه بيضربهم وبيهرب منهم. بس بيشوف القطر وهو خلاص هيقع عليه، فبينزل سبيريت بسرعة من على الجبل وبيفضل القطر ينزل وراه وبيكون قريب جدا منه وبيكون خلاص هيقع عليه، ولكن سبيريت بيقدر إن يتفاداه وبيفضل يجري لحد ما بيخبط القطر في القطر التاني وبيحصل انفجار كبير. وبيكون سبيريت فخور جدا باللي عمله وبيفضل يجري في الغابة اللي بتكون على وشك إنها تتحرق بالكامل، ولكن وقتها للأسف بتتعلق السلسلة بتاعته في جذع شجرة وبيكون مش عارف يحرر نفسه. بس قبل ما النار توصله بيظهر كاريك وبيحرره وبيجروا هما الاتنين بأقصى سرعة وبينطوا سوا في النهر. ووقتها بيفقد سبيريت الوعي، بس بعد ما بيفوق بيعرف إن كاريك هو اللي أنقذه وكمان جابله تفاح علشان ياكله. وبيشوفه واقف على ضفة النهر فبيقرب منه بالراحة وبيزقه في المية وبيفضلوا يلعبوا سوا هما الاتنين. وبيكون سبيريت فرحان جدا إن كاريك متخلاش عنه وجا وراه علشان ينقذه وبيقرب منه وبيحضنه. بس فجأة بيوصل قائد المعسكر ومعاه مجموعة من الجنود. ساعتها بيحاول كاريك يجري لكنه بيقع على الأرض، فبيرجع سبيريت بسرعة علشان ياخده ويهربوا سوا. وبيفضل القائد يطاردهم لحد ما بيوصلوا لمنطقة جبلية وبيدخلوا فيها، وهناك بيمسك كاريك عصاية من الأرض وبيعلقها بين الصخور وبيوقع واحد من الجنود لما بيخبط فيها، وبيفضلوا يهربوا من الجنود ويقاوموهم. وبنشوف سبيريت اللي بيقف على آخر لحظة قبل ما يقع من على حافة الجبل، وبعدها بيكمل جري لحد ما بيطلع فوق الجبل. وبيفرح الجنود لأن مفيش طريق قدامهم يهربوا بيه منهم، بس بالرغم من كده بيقرر سبيريت إنه ينط للجنب التاني من الجبل واللي بيكون بعيد جدا عنه. ولكن وقتها بيصمم سبيريت وبيتحدى الخوف وبيستخدم شجاعته وبينطلق بأقصى سرعة وبينط في الهواء علشان يوصل للجنب التاني. وقتها بينبهر القائد هو والجنود اللي معاه لما بيشوفوا سبيريت وهو طاير في الهواء، وفعلا بيقدر سبيريت إنه يوصل للجنب التاني وبيكون فخور جدا باللي هو عمله. بس ساعتها بيواجه جندي من الجنود سلاحه ناحية سبيريت علشان يموته، ولكن وقتها بيتدخل قائد المعسكر وبيمنعه وبيظهر لسبيريت احترامه للإصرار بتاعه
وبيتراجع هو والجنود اللي معاه، فبيفرح سبيريت وكاريك جدا وبيفضلوا يرقصوا وهم مبسوطين. وبيركب كاريك على ظهر سبيريت وبينطلقوا بأقصى سرعة لحد ما بيوصلوا للقبيلة، وهناك بيبان الحزن على سبيريت لما بيفتكر رين، ولكن فجأة بيصفر كاريك وبتخرج رين من القبيلة. فبيفرح سبيريت جدا لأنها لسه عايشة وبيجري عليها، وبيقربوا من بعض وبيرقصوا وهم مبسوطين. وبيرجعوا بعدها لكاريك اللي بيحضن رين وبيقول لها إن هو هيفضل فاكرها مهما حصل، وبيطلب من سبيريت إنه يهتم بيها وما يزعلهاش أبدا. فبيقرب منه سبيريت وبيحضنه وبيودعوه هو ورين وبينطلقوا سوا. وبيكون سبيريت فرحان جدا لأنه اتحرر ورجع للقطيع بتاعه، وبيفضل هو ورين يجروا لحد ما بيقابلوا النسر صاحبه اللي بيكون فرحان جدا إنه شاف سبيريت من تاني. وبعدها بيوصل سبيريت للقطيع بتاعه اللي بيكونوا فرحانين جدا برجوعه، وبيحضن مامته اللي بتفرح لما بتشوفه وبيعرفها على رين. وبعدها بينطلق هو وباقي القطيع بكل حرية وسعادة. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا. ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.